تعالى اقولك، عايز تخسر اي حد، اي حد غالي وليه قيمه عندك، اعرف اللي انا هقوله لك ده عشان تخسره، او مش تخسره بس، ده تقل غلاوته وغلاوتك عند بعض حتى لو اقرب الناس ليك. اول حاجه اقعد معاه، اكلين واكلين شاربين نايمين، كل حاجه مع بعض على طول، يعني اقعد معاه طول الوقت، ما تسيبوش بعض ولو لحظه. ساعتها بقى تعالى اما اقول لك بالظبط وبكل ثقه ايه اللي هيحصل. علاقتكم هتنتهي بتوتر. الحمد لله، انت بتقولي ايه؟ وطبعا زي ما بقول لك كده، علشان كل ما قربت منه كل ما اكتشفت ديفوهاته وعيوبه. حد فاهم يعني ايه ديفوهاته؟ وكتر عيوبه اكتر في عينيه. وكل ما قربت منه هتلاقي الاخطاء الصغننه اللي عند الناس كلها كده كبرت في عينيك وبقت عامله زي البالونه كده. ما احنا بشر ولا ايه؟ تخيل بعد فتره كده من القرب منه ايه اللي هيحصل؟ هتكون مش طايقين بعض ولا طايقين تبصوا في وش بعض. انا زي ما بقولك كده بيحصل. حتى لو بعدتم شوية مش هتقدروا ترجعوا لبعض تاني. لو قربتم تاني من بعض، لو هتقدروا تقربوا أصلا، لا هتعرفوا تسمعوا بعض ولا هتبقوا طايقين بعض ولا عايزين تقعدوا مع بعض. عشان كده، عشان ما تخسرش أي حد غالي وقريب وغلاوتك وقيمتك تقل، خلي في مسافة وسط ما بينك وبين اللي بتحبه. يعني ما تبعدش قوي فما تشوفش منه حاجة، وما تقربش قوي فالعيب الصغنن يكبر في عينيك، عشان كل ما تقرب منه هتتعب وهتحس ان انت مش طايقه. عرفتوا ليه صداقات كتيرة كانت قوية وبعد كده اتقلبت بتوتر واتفركشت؟ انتهت بالقطيعة يعني. خلاصة اللي انا عايزة اقوله من الرغي اللي انا رغيته ده، اتقان فن المسافات ده منهج واسلوب حياة. انتوا مع الاقتراب ولا مع البعد قوي ولا مع الوسط؟ سيبولي في الكومنتات تعليقاتكم وقولوا ايه رأيكم.